تغيير الدوري المصري بعد في الأول البرنس لما اعتذر على الفيديو اللي فات كان صورتي مش باينة، اهو دلوقتي باينة وواضحة 100%. نتكلم في خبرين يا برنس على السريع. ايه يا برنس؟ سيبني يا برنس. تم تغيير الدوري المصري ومنوحش موضوع ايه رأيك نبدأ بموضوع إمام عاشور؟ موضوع إمام عاشور يا برنس 90% إمام عاشور 100% ومية من عشرة. جروب سكر قال 92%. بس أنا بقول لك خلاص إمام عاشور في الأهلي يا برنس، وحسم الصفقة يا برنس. إمام عاشور في الأهلي خلاص، إمام عاشور في الأهلي، يعني خلاص إمام عاشور في الأهلي خلاص. كده يومين كده ولا 3 هتلاقيه خلاص ولا في الأهلي خلاص. اصلا اسمه ايه مدرب الاهلي كولر قال هاتولي صفقة خط نص اجنبية وهجوم اجنبي. لو جبتولي امام عاشور مصري في خط الوسط هتبقى ايه هجومي بقى اجنبي. هو كده كلام كولر ورسميا تقريبا خلاص. إمام عاشور في الأهلي. نبدأ بقى بالتغيير. الموضوع التاني بقى المهم برضو، الدوري المصري غيروه بقى دوري الناير واسمها، وغيروا الدرع دي ودرعوا الدرع بقى وغيروا حاجات كتير والدرع الدوري المصري، وغيروا اللي بيبقى 2-0 التغييرات والحاجات دي وغيروا يعني الدوري المصري هيبقى اتغير الموسم الجاي. الدوري المصري هيتغير الموسم الجاي هيبقى اسمه كده وحاجات، في حاجة كده بس دول أهم حاجة. هيبقى في حاجات تغييرات بقى والحاجات دي. الدوري المصري يعني هيبقى ايه برضو شركة النايل ده هيصرفوا على الدوري المصري كتير بقى. بس هيبقى كده اسمه الدوري المصري، مسموش دوري مصري، اسمه دوري النيل. دوري النيل ناير كده. عندي الحاجات المهمة، وهيبقى الدرع بقى هيتغير وحاجات شوية هيتغير. دول يعني اللي هيتغيروا في الدوري المصري. اكتبوا لنا في الكومنتات هل هيبقى حاجة كويسة ولا لا. هيصرفوا على الدوري المصري هيخلوه ايه الأندية ينافس على الدوري كله، الأندية كلها تنافس على الدوري، يعني 5 أندية 6 أندية، مش زي 3 4 بس اللي ينافسوا بس. سلام يا بليز. ورسم موضوعين بس، حط لنا لايك وسبسكرايب وشير، ومش متابعنا تحصل كتير. وفضل مساهمة ولايك الفيديو واشترك في القناة. هذا يوم كثير 50,000 50,000 سبسكرايب 50,000 شير شرح في كل مكان. اتكلمنا على الموضوع تغيير الدوري المصري وإمام عاشور جاي النادي الأهلي خلاص، حتى على كلام شوبير خلاص 9 100% جاي وتغيير الدوري المصري ودوري النيل. والسلام. هل استنظرونا بقى الحلقات الجاية؟ يلا سلام.